مساء الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد عبد الله، استشاري نساء وتدريبات متاخر الانجاب. بس هتكلم عن جزئيه مهمه كان كذا حد سال عليها فيما يخص موضوع القيصريه. هل يا دكتور الحالات الموضه كلها يستحب ان احنا نولد قيصريه؟ لا يا فندم طبعا، هو بس جرى العرف مؤخرا ان بقى ده هنقول زي نوع من انواع الموضه ان السيدات كلها بتلجا الى القيصريه. القيصريه مش عمليه صغيره يا جماعه ومش بسيطه زي ما الناس فاهمه، هي ميجر اوبريشن وبتحتاج كمان سكيلز عاليه جدا، عشان كده الموضوع بيختلف في اجراءها من دكتور للتاني. فمهم جدا جدا جدا، وهتلاقي في فيديوز انا هوريكم ان شاء الله، يعني في كان انا بس هعمل كومباريزون كلاميه دلوقتي بين حالتين انا هنصورهم وهيطلع لكم فيديو ليهم ان شاء الله يكون متاح باذن الله على اليوتيوب غالبا. ان في حاله والده مره قبل كده مع شخص ما ومع زميله، الحاله والده مره، لكن اما جينا فتحنا الجرح الولاده القيصريه ثاني مره فوجئنا بكميه التصاقات مش طبيعيه لدرجه ان احنا اضطرينا نفتح بشكل مختلف شويه في اليوترس او في الرحم عشان خاطر نعمل اكستراكشن او نعرف نعمل اخراج للطفل عشان نخرج الطفل نتيجه التصاقات متعدده. فمهم جدا يا جماعه احنا في القيصريه، ودي نقطه مهمه جدا، اختيار الظروف والتفاصيل المهمه والرئيسيه عشان نقدر نوصل لاجراء جراحي كويس ونقدر نقلل بيه احتماليات ان يحصل عندي تصاقات فتاثر بشكل مش لطيف على القيصرات اللي بعد كده. يعني انت كدكتور وانت شغال في اي حاله، ودي نصيحه بقولها لاي حد وبقولها حتى لنفسي قبل اي حد، ان انا باجي اعمل اجراء جراحي لازم اعمله بشكل منظم منسق، استخدام الادوات بشكل كويس، لازم يكون عندي الهاند سكيلز كويسه اللي تخليني وانا شغال ابقى ماشي ببروتوكول ثابت، الا وهو ان انا بشتغل لاير باي لاير عشان اضمن ان كل طبقه من الطبقات اللي فتحتها لحد ما اوصل للرحم واعمل استخراج للطفل ان انا ارجع فيها بشكل منتظم عشان خاطر اقلل على الاقل فرصه التصاقات، لان في حالات للاسف هي جسمانيا عندها قابليه لتكوين التصاقات، ودي حالات مش هنتكلم عنها، دي حاجه غصب عننا ان الحاله دي بطبعها عندها كده، زي السيدات اللي بيكون عندها مشاكل في الجرح او في السكار اللي موجود عندها في الجرح بتاع القيصريه بره، تقول والله انا حاسه ان في كلويد او حاسه ان الجرح عالي وبارز عن الطبيعي، دي طبيعه الجسم تمام. فالحالات العاديه اللي ما عندهاش هذه القابليه مهم جدا ان اشتغل القيصريه لاير باي لاير عشان ما الاقيش التصاقات كتيره جوه ويحصل مشاكل، ما الاقيش البروتون لازق في العضلات الريكتس ابدومينس مثلا او العضلات الاماميه بتاعت اللي هي 6 باكس عندنا بعد كده بشكل يعني متعارف عليه، ما الاقيش التصاقات شديده، ما الاقيش ضغط على منطقه المثانه الحاله دي تيجي تشتكي على حياتها، او بعدين نتيجه التصاقات الشديده دي ان هي تدخل الحمام بشكل ايرجنسي، يعني عندها على طول رغبه في دخول الحمام بشكل متواصل، فده انت بتغير حياتها، بتعمل لها مشاكل تانية كتير قدام، مش فكره ان انا افتح وخلاص. مهم جدا تكنيك الفتح والاختيار بتاع الجراح لاجراء هذا الموضوع. يعني احنا بنعاني مؤخرا من وجود مشاكل كتيره جدا جدا في القيصريات نتيجه ان ما تمش اجراء العمليه بشكل جراحي كويس، فبقت الحاله للدكتور اللي بعد كده بيشتغلها لو هي ما تابعش مع نفسه تروح دكتور تاني، الدكتور التاني بيعاني حرفيا. انا بالذات لو تاني مره، يعني انت مفتوح قيصريه مره واحده مش طبيعي الاقي هذا الشكل من التصاقات، ده ممكن ياثر على احتماليات او فرص نجاح حمل الفتره الجايه. ممكن اقول للحاله عادي جدا وبتحصل يا فندم بعد اذنك حضرتك بالوضع ده بالظروف دي يفضل ما تحمليش تاني. فمهم جدا اختيار السيرجن، دي مهاره طبيه عاليه بتحتاج تدخل جراحي بشكل مهم جدا وبشكل شيك قوي وبشكل يعني مرتب جدا لتجنب حدوث مضاعفات ومشاكل ثانيه بعد كده، لان انت ممكن يكون عندك خصوبه عاليه وعندك فرصه تحملي مره واثنين وثلاثه نتيجه اجراء جراحي اتعمل لك بشكل مش صحيح يحصل مشكله. دي نقطه. النقطه الثانيه سؤالك سالته برضو يا دكتور بعد اذنك، هو تكرار الوضع الطبيعي بتؤدي الى سقوط رحم ومنبري والكلام ده كله؟ هي مش بالضروره بتؤدي الى هذا الموضوع، لكن بترفع احتماليات ان هذا الوضع يحصل عند بعض السيدات، وخصوصا لو هم اوريدي اصلا عندهم حاجه اسمها ويك ميزنكايم، عندهم المنطقه بتاعت الحوض وعضلات الحوض تحت عندهم ضعيفه، لو ما بيعملوش تمارين كويسه، او ان الولادات الطبيعيه كانت ولادات بمعدل كبير فترات قصيره بين الولادات ورا بعضها، يعني ما كانش في سبيسنج محترم ما بين الحمل والتاني، فده طبيعي هيستهلكك. وفي كل مره بيحصل فيه حل بيحصل حاجه اسمها بيرنج داون او بيرنج داون، بيرنج بالبي بيعمل كومبريشن وضغط تحت وبيسحب نتيجه الافكت بتاع الجرافيتي، جرافيتيشنال فاكتور او جرافيتيشنال فورس، فكونسيكونس حاجه زي كده هنلاقي مع الوقت بيحصل طوق لتحت ويحصل ارتخاء وضعف في العضلات وممكن تؤدي الى ارتفاع احتماليات ظهور السقوط، لكن مش كل حاله وضع طبيعي هيحصل سقوط. والدليل على كده ان امهاتنا وقرايبنا وناس كده نعرفهم زمان تمام، سواء بقى كان يعني بكل الحالات كانوا بيقولوا طبيعي، ما كانش اوبشن للسيزريان سكشن متعب زي دلوقتي، بس هم صحيا وجسمانيا وعمليا ووظيفيا كان وضعهم احسن. حتى ايفن الديفيكيشن او دخول الحمام زمان ما كانش زي دلوقتي، كانت السيدات بتدخل الحمام عن طريق الحمام او التواليت اللي هو كان ارضي، فكان بيبقى دايما قاعده في بوزيشن اللي هو سكواتنج بوزيشن، فده كان دايما بيحفز وبيقوي عضلات منطقه الحوض تحت. التكنيكس بتاعت التمرين اللي بنعملها اثناء الحمل اللي هي كيكلز اكتيفيتيز والى اخره من الكلام ده كله، او اليس تكنيكس وعلى كل الكلام ده من الحاجات اللي بتحسن قوه الاربطه والعضلات في منطقه الحوض فتقلل احتمال حدوث هذا الموضوع. فبنقول للسيدات كلهم هذا النوع من التمارين مهم جدا 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 لمنع حدوث السقوط. لكن هل مش هيحصل؟ بيحصل. هل عند كل الحالات؟ لا مش عند كل الحالات. يعني تكنيكك واسلوبك في التعامل مع نفسك واهتمامك بصحتك والرياضه الى حد ما، او تركيز الرياضه في الشق السفلي من الجسم نقطه في غايه الاهميه لتقليل احتماليات حدوث السقوط، سواء اذا كان رحمي بقى مهبلي، لان مشكله السقوط رحمي او مهبلي كمان اللي بيكون في جزء منه تحديدا الرحمي بيكون في جزء منه له علاقه بسقوط المثانه،
فانت مش بتيجي تعاني من مشكله ان عندك سقوط تحت وفي جزء بارز بس، لا انا دكتور عندي مشكله في الحمام، انا ما بعرفش اعمل حمام، لدرجه ان في سيدات وربنا يحفظ الجميع بتضطر اثناء الميكتوريشن او دخول الحمام ان هي تعمل بوشنج بصوابعها للجزء البارز من الرحم او السقوط ده، تزقه بايديها لجوه عشان تعرف تعمل ميكتوريشن بشكل سليم. وده يعني اولا متعب جدا، مؤذي جدا ليها نفسيا وليه اضرار ثانيه كتير، وبيرفع احتماليه يحصل عندها انفكشن نتيجه ان حصل كينكينج او انعواج في المسارات الخاصه بخروج البول. فكل ده بيخلي فيه ستاجنيشن. يعني الولاده الطبيعيه مهمه، القيصريه مهمه، لازم نختار الجراح او السيرجن السكيلد اللي يعمل هذا الاجراء ليكي. وهوريكم فيديو ان شاء الله عن حاله احنا شغالينها، دي كانت اول ما مكتوب معانا برايمي جرافيدا، بولدها لاول مره. هوريكم شكل الجرح انا عامله ازاي، وده كان مهم جدا عشان خاطر اقلل احتمالات الاسقاط ومشاكل عندها بعد كده. وهوريكم الحاله اللي اشتغلتها تاني مره، هوريكم المنظر. انا ما كانش عندي اكسس اوصل بيه للطفل، مش عارف افتح اطلع البيبي من كتر ما كل حاجه ملزقه، الموضوع كان سيء جدا جدا. فمهم قوي ان الحاجات دي وبالذات في صحتنا ان احنا ما نستسهلش او ما نسترخصش، ما اجيش اقول لا ده اجراء والناس كانت بتعمله اي حد يفتح، لا مش اي حد بيفتح قيصريه، وبنشوف مصايب كتيره نتيجه ان في اهمال في الاجراء الجراحي. فبعد اذنكم القيصريه عند اللزوم، وده اللي بحاول اعمله. الطبيعي لازم اقول للمريضه على شويه تعليمات عشان احافظ بيها على قوه واستقرار منطقه الحوض عندها لتجنب وتقليل احتماليات حدوث سقوط رحمي او مهبلي او الى اخره من الكلام ده. في نقط ناخد بالنا منها كويس قوي قوي قوي. ناخد بالنا في القيصريات نسال، ودي نقطه مهمه جدا. انا اي بيشنت حتى بتجي لي عياده لو قلت تروح انا متابع حضرتك وعارفه حضرتك مين ومش ايه والكلام ده كله، ولا يا فندم بعد اذنك مش هتخسري حاجه انك تعملي سيرش وتدوري على اسمي وتشوفي ايه الاوبريشنز والمانوفرز اللي بعملها بالذات. دي معلومه زي ما بيقولوا كده، واعرفي انت رايحه فين. مش موضوع ان انا فلانه فاحنا رايحين كلنا زي فوق ورا بعض وخلاص. انا نفسي بقولها كده حتى لو انت جايه لي بعينين، بقول لك جاست يعني اعملي داتا، يعني داتا جاذرنج، يعني اجمعي شويه معلومات، خدي شويه انفورميشن عني، اعرفي الوضع اخباره ايه. فمهم جدا 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 ان احنا نختار صح، وبناء على كده نقدر نحدد ظروفنا ونقدر نحدد التكنيك المناسب لينا او الاجراء الجراحي المناسب لينا في اي عمليه احنا بنعملها. تمام. وباكد تاني مهم جدا 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 ان احنا نعمل تمارين عشان نقوي عضلات الحوض بعد اي ولاده سواء طبيعي او قيصري. عشان كده بقول يا جماعه التمارين مهمه جدا للستات، لان اوتوماتيك مع العمر اصلا اوتوماتيك وده شيء طبيعي بيحصل ضعف وارتفاع في عضلات الحوض، فبيحصل ارتفاع او زياده في احتماليات السقوط الرحمي والمهبلي مع السن الكبير. وخصوصا احنا عاداتنا اليوميه النهارده خاطئه مش زي سيدات زمان. ان شاء الله تستفيدوا، واتمنى يكون الفيديو ده فاتكم ان شاء الله. ولو هنستفيد اكتر وقت ان شاء الله هتلاقوا العمليات اللي موجوده كلها بقول عليها متاحه اكتر على الشانل بتاعت اليوتيوب، نعمل لها سبسكرايب وهنا نعمل فولو ان شاء الله ولايك وشير. Thank you so much for watching. Stay tuned for much more videos. Bye bye.